ازيكم يا اصحابي؟ هحكي لكم حكايه يحيى ومالك. يحيى كان قاعد ماسك بطنه ومالك ماسك بيتزا. مالك قال ليحيى: بص السباق ده سباق على متر بيتزا، اللي يكسب المركز الاول. قال له: وانت هتكسب ده ازاي؟ انت بتحب الاكل الكتير، لازم تاكل سبانخ لو عايز تشارك فيها. اكل السبانخ وهو متضايق جدا، لكن يحيى كان بياكل بيض وبيشرب عصير وكان منظم في اكله، عشان كده كان رشيق. قال له: لازم نتمرن. بص انا هلعب ضغط. قال له: انا كمان هلعب ضغط. قال له: ده مش ضغط. قال له: لا ضغط. قال له: لا ده مش ضغط. قال له: انت حر. وفضلوا هما الاتنين يتمرنوا ويلعبوا مع بعض. ويا عيني مالك كان قاعد بيبص للاكل بقرف، لكن يحيى كان رفيع وخس وجسمه جاهز للسباق. وبدأوا بعد كده الاتنين يسخنوا مع بعض. مالك مش قادر ويحيى كان خفيف. وبعد كده الاتنين كسبوا السباق سوا، وقالوا: احنا طلعنا المركز الاول، ولازم ناكل الاكل الصحي اكتر من الاكل التاني الفاست فود.